إذا أدر وجهك لي ولا تفتح عينيك. مذبحة القلعة برؤية جديدة، نظم الملك، العرائس، رواية الرحالة أحمد بن إسحاق البغدادي. خالق الجبال وقاهر الجبابرة، مالك السماوات والأرض، رافع السماوات بغير أعمدة. بعدها قرب الكائن من الشاب أكتر لحد ما بقى على مسافة قريبة منه. بعدها قرب لودانه وقال له: إذا أردت القوة سنعطيك بعضها، ولكن إذا أردت السيطرة فيجب عليك التضحية بأشياء كثيرة. الشاب قال له وهو جسمه بيتنفض من الخوف: أنا موافق. قال له الكائن: إذا أدر وجهك لي ولا تفتح عينيك، ونفذ كل ما أقوله لك. كتاب مخطوطة ابن إسحاق للكاتب حسن الجندي. لو أول مرة تشوفني فما تنساش تدخل تتفرج على الحلقات اللي قبل دي وتعمل لي سبسكرايب وتفعل زر الجرس. ومش عايزين ننسى الحلم يا فنانين، مليون فنان جوه الملخص. أنا أشرف طه ودي الملخص. بص يوسف لصاحبه وقال له: إيه رأيك في سور الأزبكية؟ يوسف رد عليه وقال له: ممل جدا، هستفيد ايه من شويه اكشاك بيبيعوا كتب قديمه ما تسواش حاجه. دي كانت اول مره يوسف يروح فيها سور الازبكيه. كان بيسمع عنها زمان وكان متخيل انه سور طويل والبياعين فرشين الكتب على الارض، لكن اتصدم من طريقه رص الاكشاك الخشب جنب بعض اللي حسسته انه رايح السوق يشتري خضار او فاكهه، لكنه استمتع قوي من كل الكتب اللي كان بيحلم يشتريها. فهو اتربى على مجلات زي ميكي وسمير، ولما كبر شويه بدا يقرا روايات رومانسيه وبوليسيه وشويه من روايات الرعب، بس حس انه لازم يقرا كتب كبيره كحجم وكوزن ممكن يتعلم منها حاجات كتير. واحد من البياعين قال ليوسف: اتفضل يا باشا، عايز كتاب ايه وانا اجيبهولك؟ يوسف قال له: انا عايز كتاب قديم وبيتكلم عن حاجه مهمه. طبعا البياع ما مسكش نفسه من الضحك لحد ما يوسف وشه احمر من الكسوف، وقال له: لما تعرف انت عايز ايه يبقى تعالى وانا تحت امرك. راح يوسف لكشك تاني، بص جواه شاف انواع من الكتب كتير، من كتب دينيه لكتب سياسيه لكتب جنسيه ومجلات اجنبيه وعربيه، لكن حس بخيبه امل عشان كان عارف انه ما يعرفش هو عايز ايه من البدايه، وانه مش هيشوف اللي هو عايزه. بيبص هو وصاحبه للكتب منبهرين، وشاف راجل عجوز قاعد جوه الكشك على الارض، فشدوا المنظر ودخل الكشك. بص له الراجل العجوز ببطء، وكانت عين الراجل اليمين بيضه تماما ووشه مليان بالتجاعيد. يوسف قال له: عندك كتب قديمه يا حاج؟ ضحك العجوز بطيبه وقال له: يا ابني انا ما عنديش غيرها، دور في الكتب اللي على الرفوف واختار منها اللي انت عايزه. فرح يوسف بانه هيدور بنفسه، وفعلا بدا يدور وشاف اسامي كتير زي حادي الارواح الى بلاد الافراح، مذبحه القلعه برؤيه جديده، نظم الملك، العرائس، تهافت التهافت، انهيار دوله البطالسه. بس جه يوسف لمجموعه كتب مربوطه بحبل عريض وبيدل اثر الحبل على غلاف الكتب انه مربوط من زمان، وبدا في قرايه اسامي الكتب باستغراب. كتب كان اساميها غريبه جدا: الهياكل السبع، الدر والترياك، المنظومه السباعيه، شمس المعارف الكبرى، الاربعون الادريسيه، المفتاح الكبير لسليمان، الدر المنظم في السر الاعظم، النور المبين في تحضير القرين. ما يعرفش يوسف ليه جسمه اشعر من اسامي الكتب دي، لكن شاف كتاب شده انتباهه. في الواقع ما كانش كتاب بالمعنى الحرفي، كانوا 7 ورقات حجمهم كبير جدا، وفي خيط مجمعهم من الجنب عشان ما يتفكوش عن بعض. واللي شده اكتر ملمس الورق كان خشن وسميك، وكان مكتوب في اول ورقه من فوق بخط يدوي عن روايه الرحاله احمد بن اسحاق البغدادي. بص يوسف لصاحبه وقال له: ايه رايك في الورق ده؟ صاحبه قال له: اكيد الورق ده بيتكلم عن مشكله ابن فلان قابل ابن علان يوم كذا كذا، والولي امر بذبحهم بعد خيانتهم ليه. صدقني مش هتحب الهري ده، هتلاقيه زيه زي كتير من كتب التاريخ الثانويه العامه اللي درسناها. يوسف قال له: بس باين من ملمس الورق انه قديم وممكن يكون نادر، وبالتالي هيكون غالي ومش هشتريه، استنى نسال على سعره من باب الفضول مش اكتر. دخل يوسف للراجل صاحب المكان وقال له: بكام الكتاب ده يا حاج؟ الراجل العجوز رد بسرعه جدا وقال له: 10 جنيه يا ابني، اي كتاب عندك ب 10 جنيه. بص يوسف لصاحبه باندهاش وقال له: انا هشتري الورق ده، وادى الفلوس للراجل وروح هو وصاحبه. فضل يوسف قاعد قصاد الكمبيوتر كعادته، ما بيعملش حاجه غير انه بيتشات مع صحابه وبيقلب في الفيسبوك لحد شروق الشمس، وما كانش بيعمل حاجه في اجازه نص السنه اللي قربت تخلص غير القعده على النت او القعده على القهوه مع صحابه لحد الصبح. لحد ما جه يوم يوسف حس انه عشان يرضي ضميره على 10 جنيه اللي دفعها في الورق، وقام بالفعل وجاب الورق وحطه قدامه وبدا يقرا عن روايه الرحاله احمد بن اسحاق البغدادي رحمه الله واسكنه فسيح جنته. بسم الله الرحمن الرحيم، الغفور الحليم، خالق الجبال وقاهر الجبابره، مالك السماوات والارض، رافع السماوات بغير اعمده، وفقنا الله يوم النفخ في الصور.
ويوم العرض عليه، وأدخلنا جنته وحفظنا من النار. كتب سيدي وشيخي العالم ابن إسحاق في كتاب كنز الرحلة بعنوان مدينة الموتى في فصل رحلته إلى مصر، إنه كان من قرية من قرى الصعيد لحد ما أهلكه التعب، فشاف قدامه سور طويل في نصه باب، قرب منه فشاف على السور منقوش كلمات كأروع ما تكون: يا معشر الإنس والجن، ألا تقربوا هذه البلدة فأن أهلها نيام حتى تقوم الساعة، فإذا دخلتم اليوم فليرحمكم الله، وإذا لم تدخلوا ألا تذكروا مكانها حتى إلا يراها غيركم، ولكم يوم الحساب جزاء على أفعالكم، وسيسألكم الله جل وعلا كيف حفظتم سر هذه البلدة. ابن إسحاق ما قدرش يتمالك نفسه، فربط جمله عند السور ودخل من الباب الحديد وبقى وحيد. كانت البلد عاملة زي القاهرة، الغريب إن ما فيهاش حد، فالدكاكين كانت مفتوحة وجاهزة لعرض بضاعتها، لكن مفيش بشر غير ابن إسحاق. لحد ما خرج عليه من دكان من الدكاكين راجل دقنه سودا وبشرته بيضة، ماسك في ايده اليمين عصاية كبيرة. قرب الراجل من ابن إسحاق وعزم عليه انه يرتاح في بيته، وقال له انه لحاد البلد وان اسمه محمد السالمي، وكلمه اللحاد ان مرض غريب اجتاح البلد فمات كل اللي فيها. دخل ابن إسحاق بيت الراجل وسأله عن اللي حصل للبلد. حكى الراجل لشيخنا قصة عجيبة: من سنين طويلة كانت البلد مليانة بالتجار من كل البلاد وكل الجنسيات، لحد ما جه فتى من بلاد الفرس اسمه الحي بن القصاب، وكان بيعمل حاجات غريبة. كان بيجري على المية ويطير فوق الأرض ويقول كلمات فتتحول المية لعسل. بعدها أعلن الفتى عن إنه قادر يحول الفقراء الأغنياء، وإنه محتاج ل4 أشخاص عشان يثبت كلامه. فراح له أحمد بن يزيد صانع السجاد، ويوسف العطار، وأحمد بن إبراهيم، وشاب فقير اسمه اسماعيل، وجمعهم في بيته اللي اشتراه من اول ما جه البلد، وقضوا عنده الليل. وفي الفجر خرج من بيت ال4 فقراء وما خرجش الساحر، ومش لاقيين له اثر. وشفنا في ايد كل واحد منهم مفتاح ضخم لخزن كبيره تحت بيت كل واحد فيهم فيها ذهب. عدت 7 ليالي وجم اهل البلد عشان يشوفوا احمد بن يزيد اللي قاعد يقول كلام غريب وكانه بيكلم حد، ووقع على الارض واتصاب بالحمى، وقعد يشتكي ويقول انه شاف في منامه شايلينه 4 رجاله طوال ووشوشهم سودا صلع وعينيهم حمرا. نزلوه على صخرة وقرب راجل عليه فذبحه بعد ما قرأ عليه الكلمات، وخدوه أهل البلد يعالجوه من الحمى. وعلى قرب الفجر طلع دم من كل حتة في أحمد بن يزيد، من عينه لودنه لبقه، لحد ما ربنا افتكره في الشروق. بعد 7 أيام حصل لأحمد بن إبراهيم زي اللي حصل لأحمد بن يزيد، وتكرر نفس مشهد أحمد بن يزيد لكل الفقراء. وبعد 7 ليالي اتصابوا أهل البلد بمرض غريب، كان الواحد منهم يرفص في الأرض والدم يخرج من جسمه ويموت، وما نعرفش ايه السبب. ومات اهل البلد كلهم وما تبقاش غيري. فعينتني الحكومه حارس للبلد. بعدها طلب اللحاد من ابن اسحاق انه ينام عشان الوقت اتاخر. صحي ابن اسحاق الصبح وما لقاش اللحاد، لقى ورقتين مقصوصين مكتوب عليهم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء. اجتمع الساحر بال4 فقراء بعديها خلاهم يحفظوا الكلمات دي. وبعد ما حفظوا الكلمات دي قعدوا ال4 وفي وسطهم شمعة صغيرة لو نارها وصل لسقف البيت يبقى خادم الجن حضر. وقعد الحي بن القصاب بعيد عنهم. بعدها بدأ ال4 ينطقوا الكلمات بصوت واحد لحد ما خلصوا، وفجأة عالي صوت الحي بن القصاب وهو بيقول: أريقة أريقة، فليقا فليقا، حليقا حليقا، أتونى مستكين مستكين مستكين، احذروا أينما تكونوا، احذروا فأنكم محوطون به من كل جانب، صمصمئيل الهوامي حاقوف المخلبي صمصمئيل، الهوامي حاقوم المخلبي، ارجعوا يا جنود المارد، لا تكونوا الجيش الأعظم، الوحي الوحي، العجل العجل، الساعة الساعة، احضروا بحق مخلبي. بعدها عالي نار الشمعة لسقف البيت وحضر المارد عشان ينفذ طلبات الساحر لحد ما طلع عليهم الفجر، ومحدش يعرف ايه اللي حصل بعد كده، لحد ما مات ال3 فقراء والرابع هرب لدمياط ومحدش يعرف ايه اللي حصل. فبطلب منك يا اخي قبل ما تكمل رحلتك تروح لمقابر البلد اللي هتلاقيها في اخر صف الدكاكين، وتقرا الفاتحه لاموات البلد وتدعي لهم بالمغفره وان ربنا يرحمهم. بعد ما ابن اسحاق خلص قرايه الورق ونزل من بيت اللحاد اتجه للمقابر اللي وصفها له ووقف قصادها عشان يدعي لصحابها. فلمح بعينه حجر على قبر من القبور مكتوب عليه: المتوفي الى رحمه الله تعالى محمد السالمي اللحاد، اسكنه الله فسيح جناته. استغرب ابن اسحاق ازاي كان بيكلمه محمد السالمي وهو من الاموات. فجري ابن اسحاق لحد ما وصل لجمله اللي كان رابطه في سور البلد وركبه ومشي بيه، ولما بص وراه ما لقاش اي اثر للبلد ولا لسورها الطويل. فحمد ربنا على سلامته
وكمل طريقه لحد ما وصل للقاهرة. انتهى يوسف من قراية الورقة وحس بهزة غريبة في جسمه، ما كانش يعرف هل ده سببه نسمة هوا الفجر ولا رعب اللي قراه في الورقة دي. دخل الحمام واتوضى وصلى الفجر، وبعدها حس براحة نفسية شالت شويه من الرعب اللي كان في قلبه بعد ما قرا الورقه. بالرغم من الرعب اللي جواه الا انه اتشد للكلام اللي قراه وحس انه بيعاصر الاحداث وان هو احمد بن اسحاق. ولكن مين هو احمد بن اسحاق ده؟ ما سمعش عنه قبل كده، بس الاسم ليه رنه جميله كده يخليك تحترمه في التو واللحظه، بيفكرك بالعلماء اللي كنا بنقرا اساميهم في كتب التاريخ. فضل يوسف يفكر كتير وهو قاعد على السرير في الشخصيات اللي قرا عنها من شويه. بعدها طيب لو عايز تعرف ايه اللي حصل بعد كده ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان اول ما ارفع الحلقه الجايه توصل لك على طول. وبطلب منك لو الفيديو عجبك تعمل لي لايك وشير للفيديو، واكتب لي في التعليقات حابب نتكلم عن روايه ايه في الحلقات اللي جايه. ومش عايزين ننسى الحلم يا فنانين، مليون فنان جوه الملخص. انا اشرف طه ودي الملخص.